13 يونيو 1913. 13 يونيو 1913. مبادلة تلغرافات ما بين الحكومة الفرنسوية والمغربية. واش تقدروا يعني لا بغيتوا شنو نكبر لك لاباج؟ بعد اندحار الهبه واستيلاء المحل الشريف على مدينه جودانت، وبعث سعاده المقيم العام الى جلاله السلطان مولاي يوسف الثاني حكومه جمهوريه دوله فرنسا، بذلك المتصله به من وزير الخارجيه الفرنسويه. بهذه العباره ترجمتها ارجو ان تقدمها بجلاله حضره الحرس الشريفه خالصه، تعني حكومه جمهوريه فرنسا دوله فرنسا على الانتصارات الكبرى التي حصلت لها بالمغرب الجنوبي. وتكون حكومة الجمهورية شاكرة لجلالة السلطان إذا ما تفضل وبلغ الجنود المخزنية ثناءها عليهم بما قاموا به من الأعمال الحربية الكبرى المبلغ لنا من قبلكم. فأجاب السلطان على ذلك بما يأتي: تلقى جنابنا الشريف بزيد السرور والتهاني الفائقة التي وجهتها له دولة جمهورية فرنسا المعظمة، ولنا الفرح أن نبلغ جنودنا السعيدة ثناء الدولة الجمهورية الفخمة عليها، ولا غروان نجاح الجنود الفرنسوية وتغلبها على القبائل العاصية في شرق وشمال الإيالة، وانتصارات محلاتنا السعيدة على الثائر بالقطر السوسي، وهو دليل قاطع على اتحاد دولتنا ودولة الجمهورية، وبذلك وبذل كل ما في وسعها لبسط الأمن بإيالتنا الشريفة. هذه الرسالة من السلطان يوسف رحمه الله إلى يعني الحكومة الفرنسوية. تفضل. طلع الفوق. جات دكتورة الدرب، دكتورة الشوارع. دابا غتجاوبني دكتورة الشوارع اللي ما مربياش. الإخوان ما بين قوسين أنا ما كنقذفهاش لأنها براسها هي قالت لي راه أنا ما مربياش، أنا كنسكن في كازا، أنا ما عمرني شفت الرباية كي دايرة. دابا تفضلي. دقيقة طلع الفوق. بداية الرسالة عافاك، عاود قرا لينا. واش هنا؟ استغفر الله. واش هنا؟ الحقيقة الإخوان فاش نسمع الصوت ديالها كيجيني القياء. نعم. لا فين بديتي كتقرا؟ مبادلة بين مبادلة التلغرافات. شنو؟ بين الحكومتين الفرنسوية والمغربية بمناسبة انتصارات تارودانت. انتصارات من؟ تارودانت. وبين من ومن؟ بين الهبة، جيش الهبة. بين من ومن؟ ما عرفتش يعني السؤال ديالك واش المتخاصمين صغر كيف ما كانت مصغرة. صغر وعاود قرا ليا. بعد اندحار الهبة لا مبادلات بين الحكومتين الفرنسوية والمغربية بمناسبة انتصارات تارودانت. عاود قراها. بين الحكومة كانت تنسب الحكومة المغربية للسلطان يوسف. لا، بين الحكومة المغربية والحكومة ايش؟ الفرنسوية. فسر لي هذيك مبادلات تلغراف. حيد مبادلة تلغرافات شنو كتعني؟ كيف ما تقولي لقيتها بقات انها تدخل وتخرج في الهضره وكتنسي عباد الله اللي كيشوفوا لتحت داكشي اللي قريته كامل. ما هي التلغرافات، ما بين شكون، ما هي المعنى ديالها. راه نتوما كتشوفوا الإخوان متابعة جيدة ومتابعة حلوة. كتعني أنه هو فأجاب السلطان. لا دقيقة. فأجاب السلطان على ذلك بما يأتي. اسمعني رجع فين كنتي وكبرها. هي اشرح لي هذيك الكلمة. مبادلة تلغرافات يعني شنو كتعني؟ يعني رسائل ولا شي حاجة بحال هكا. رسائل ما بين الحكومة الفرنسوية والمغربية. رسائل. تلغراف. كتعني الرسائل يعني شي حاجة راه تقالت من السلطان إلى الفرنسيين أو من الفرنسيين إلى السلطان. دابا واش من الفرنسيين إلى السلطان أو من السلطان الفرنسيين هنا؟ واش خصني نعاود نقرا لك باش تفهمي ولا تقرا بوحدك؟ لا أنت فهمنا أنت. خاصك تقرا بوحدك لأني أنا راه قريت. لا فهمنا قرايه فهمنا، ولكن أنت فهمنا شنو فهمتي؟ فهمت أنه السلطان يشكر ويثني على فرنسا في انتصارها. صغر هاو اشرح لينا زيد. واش نشرح لك ولا نعاود نقرا؟ لا اشرح لي شنو فهمتي؟ فهمت أنه كان تحالف ما بين يعني الدولة العلوية والفرنسية
في يعني قتال هذه القبائل الثائره ضد شنو الفرنسيين. هما هاد القبائل الثائره؟ يعني انا كنتكلم هنا على الهبه بالضبط. يعني انت اللي الهبه خاصك والاستيلاء، شنو معنى الهبه؟ الهبه على احمد الهبه بعد اندحار الهبه. هنا كيتكلم على احمد الهبه نعم، في اي سنه؟ في 1913 الجريده الرسميه. احمد الهبه من اي في اي قبيله كان كينتمي؟ في اي قبيله؟ ومالك كما شفتوا الاخوان، لا اجابه لا والو، كتدخل وكتخرج في الهضره وصافي. راه هذه هي الاجابه ديالها، وتدخل خوها ولا راجلها ما عرفتش شكون هو بعدا اللي سميتو الياسا. الاخوان غنفضحهم، غندير 5 السوايع وانا معاهم غنفضحهم، راه كل يوم ان شاء الله غنحط الفيديو وبقاو ضاحكين.